ما قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، عندنا كلام كتير نقوله بره الملعب وجوه الملعب. نبدأ الأول ببره الملعب. أولا كده لازم نعرف إن المواجهة المرة دي مختلفة لكذا سبب. أولهم معين الشعباني، ومش عشان مدرب قوي متمارس في أفريقيا على عكس جوميز مثلا، لا، لأن لو أنت فاكر في دوري الأبطال في دور المجموعات الزمالك كان معاه الترجي اللي بيدربه معين الشعباني في الوقت ده، ومولودية الجزائر وتونجس. اخر جوله في دور المجموعات الزمالك يكسب تونجس، ومحتاج ان الترجي يفوز على المولودية عشان يصعد، وده كان سهل جدا للترجي بالمناسبه لان الماتش على ارضه وسط جمهوره. ده غير ان فريق المولودية ده اصلا على الله، والزمالك كسبه في الجزائر اساسا، ولكن الله يسامح لاعيبتنا اللي بتخلينا نستنى من اشكال زي دي حاجه. المهم الزمالك كسب تونجس فعلا، ولكن معين الشعباني والترجي بمنتهى الدناءه والحقاره بيفوتوا ويمشوا الماتش مع المولودية، يخلصوه 1-1 ويصعد الترجي والمولودية اللي خرج من الوداد الدور اللي بعده على طول لأن الوساخة ملهاش رجلين. تاني سبب ويمكن ده الأهم أصلا، أنت أكيد عارفه، فوزي لقجع أقوى شخص في الاتحاد الأفريقي ويعتبر هو رئيس الكاف الفعلي. لقجع اللي اتولد وعاش في مدينة بركان وبينتمي بكل قوة لفريق نهضة بركان، فريق مدينته اللي عاش وتربى فيها. يعني تقدر تعتبر كده من الاخر ان نهضة بركان هو فريقه اللي مستعد يعمل اي شيء عشانه، وده مش تجني مننا على الراجل لان اخواتنا في المغرب بيقولوا نفس الكلام. ما انا نسيت اقول لك ان رئيس الجامعه المغربيه هناك اللي هي زي اتحاد الكوره كده عندنا، ومن غير حتى كلام المغاربه افتكر معايا ماتش نهضة بركان وبيراميدز اللي كان عباره عن فجر تحكيمي لصالح نهضة بركان عشان يتوجوا باللقب، وفعلا ده اللي حصل وكسبوا 1-0. ده غير تعيينات الحكام المريبه اللي بيعملها، زي ان في حكم فار حكم 4 ولا 6 ماتشات للفرق المغربيه والمنتخب المغربي، واللي عشانها مجلس الاداره نزل بيان. وما تنساش كمان المشكله الاخيره بتاعت ماتش اتحاد العاصمه في نص نهائي الكونفدراليه اللي الكاف او بمعنى اصح لقجع خلصها لمصلحه نهضة بركان بمنتهى السهوله. لو ما تعرفش ايه قصه الماتشين اللي اتلغوا دول فهم باختصار فريق نهضة بركان بيلبس قميص عليه خريطة المغرب اللي عليها أرض صحراء عليها نزاع بين المغرب والجزائر، وكل واحد منهم بيقول دي بتاعتي. المهم احنا ملناش دعوة، الاتنين اخواتنا وحبايبنا وربنا يصلح ما بينهم. المهم رفضت ساعتها القوات الجزائرية دخول التيشيرتات وحجزوها في المطار. فريق نهضة بركان قال لك مش هلعب من غير التيشيرتات بتاعتي، وعلى طول خطبوا القاف بين قوسين لقجع اللي بعت للاتحاد الجزائري وامره بالافراج عن التيشيرتات، لكن الجانب الجزائري كمل في العند والنهضه انسحب وما راحش الماتش ورجع على المغرب، والكاف اعتبر النهضه فاز على اتحاد العاصمه 3-0 وان العوده في ميعادها، ولكن الفريق الجزائري عاند هو كمان وما راحش الماتش، والكاف متمثل في لقجع اعتبر بركان فايز ومتاهل للنهائي. عرفت بقى انت قدام واحد قوي ازاي وممكن يعمل ايه عشان فريقه؟ تالت سبب وهو ان دي مواجهه بالنسبه ليهم طار بعد ما كسبناهم في 2019 على يد العراب جروس. نروح للفريق نفسه بقى، هل نهضة بركان قوي ولا فريق عادي ولا ضعيف ولا دنيته ايه؟ خليني اقول لك ان مفيش فريق بيوصل نهائي ضعيف، واكيد عنده شيء اهله لده. ترتيب بركان في الدوري المغربي الثالث وسابق الوداد، فهل ده فريق ضعيف؟ وفي الكونفدرالية اتأهلوا أول مجموعتهم ب 14 نقطة، وخلي بالك إن هم فازوا ال3 ماتشات اللي على أرضهم، واخد لي بالك أنت؟ فرقة قوية على ملعبها وبتعرف تكسب عليه، وتعادلوا ماتشين بره أرضهم وكسبوا ماتش، يعني كمان بيعرفوا يلعبوا بره ملعبهم كويس. وفي دور ربع النهائي أبو سليم اللي كان معانا في المجموعة لو فاكره اتعادل معاه 0-0 بره أرضه وكسبوا في أرضه 3-2، وطبعا ماتشين نص النهائي ما تلعبوش زي ما قلنا. نروح بقى لنقط قوة بركان اللي زي ما الكل عارف أولهم وأهمهم وأخطرهم هي العرضيات اللي أكنها ضربات جزاء بجد مش كلام، فلازم الباكين يضموا والوينجات ترجع ونمنع العرضية إنها تحصل أصلا، وما نعملش فاولات على أطراف الملعب قريب من ال18 بتاعتنا عشان دي أكنها ضربة جزاء حرفيا. تاني نقطة قوة وهي الضغط الشرس اللي بيعملوه على قلبين الدفاع وخصوصا نص ملعبهم، فوالنبي بقى نستغنى عن فلسفة بيب جوارديولا اللي بنعملها دي ونطلع لنص ملعبنا على طول. ادينا بنقول اهو بيضغطوا بشراسة واكيد في مرة ممكن يغفلونا، فبلاش من الاول. تالت نقطة قوة انها فرقة رخمة ورزلة بلغة الكورة، وفي الالتحامات ما بيهزروش، وهتلاقي تدخلات عنيفة وفاولات وهيحاولوا يهتوك عشان تخاف او تستفز فتطرد، فنركز في الماتش وبس.
ومحدش يحتفظ بالكرة كتير. اما بقى نقط الضعف فاولها وابرزها هو الحارس بتاعهم اللي تعامله في التسديدات قليل قوي، واخرها في اخر ماتش ليهم في الدوري قصاد المغرب التطواني اللي جاب الهدف الاول من تسديده مش قويه اصلا. فيا ريت نشوط، خصوصا ان مش عارف ليه من ساعه ما جوميز جه واحنا بطلنا نشوط، مع ان عندنا زيزو اللي لازم باذن الله يعمل حارس ده، ودونجا وشحاته والمسلوسي لو جات لهم يا ريت هم كمان يعموه. تاني نقطة ضعف هي قلبين الدفاع وتمركزهم اللي في معظم الوقت غلط، فلو رحنا بكرة ثابتة تترفع يا ريت نركز فيها ونستغل تمركزهم الغلط ده، ويا ريت لو جالنا أي كرة ثابتة نستغلها، مش زي ما بنعمل في الدوري مفيش مجال لتضييع أي فرصة تتاح لينا لأن النهائيات لقطة. أما فكرة اللعيبة المميزة ونمسك مين فأنا ما بقتنعش بالكلام ده، وبحب دايما أتعامل على إن كل لعيبة الخصم خطر، لاننا لو واقفين كويس ومركزين وعاملين اللي علينا مش هيفرق معانا اللعيبه من بعض اصلا. ايه التشكيل المناسب بقى من وجهه نظري طبعا، ولو مختلف يبقى اكتب لي في التعليقات. عواد، فتوح، حمزه، حسام، عمر، دونجا وشحاته، قدامهم حمدي، نداي، زيزو، قدامهم الجزيري. التشكيل ده طبقا لفكر الراجل وطريقه لعبه، لان في ناس بتقول لك ايه نقفل ب3 ورا عشان العرضيات ونلعب 5، فانا ما اعتقدش ان جوميز هيعمل كده ولا هيغير الخطه اللي بيبنيها طول الوقت اللي فات ده، لا وكمان يغيرها في النهائي بشوفها بعيده. اهم لعيبه في الماتشات اللي زي دي هم المدافعين والحارس. الماتشات دي ماتشات دفاع وحارس، لو ربنا كرمنا وكنا في يومنا هيكونوا مفتاح البطوله باذن الله. يجي بعديهم نص الملعب طبعا في الضغط والتغطيه، لان الهدف من الماتشات اللي بره ارضك تحمي جونك قدر المستطاع. الصفر بره الارض مهم قوي يا جماعه، ولو ربنا كرم واتيح لك فرصه انك تسجل يا ريت حد يكره، ده يبقى احسن سيناريو ممكن يحصل اصلا، وهيخلي لعيبه بركان تندفع سواء في اللي باقي من الماتش او عندنا هنا، وساعتها نقدر نستغل المساحات اللي هيسيبوها في ظهرهم، وان شاء الله زيزو والجزيري يكونوا في يومهم ونقدر نسجل. لكن لو لا قدر الله ما سجلناش يبقى ما نستقبلش. طب لو لا قدر الله جه فينا جون، يبقى اهم حاجه التماسك وعدم الانهيار او الاندفاع عشان الهدف ما يبقاش 2. وافتكر دايما ان في جوله تانية على ارضك، فما تصعبهاش على نفسك من هناك. اخيرا كلنا ثقه في اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونرجع بنتيجه ايجابيه ونبدا مشوار التتويج من المغرب.